ويا رب تعجبكم. اول حاجة طبعا هنعمل الباترون، الراس، الجسم، ودي الرجلين، ودي القدم من تحت، ودي الايدين. طبعا احنا هنجيب اي نوع قماش احنا عاوزينه، ده قماش خامته بتمط، استخدمته طبعا لون الجلد. هعمل من الراس 2 ومن الجسم 2. بنحط طبعا الباترون فوق القماش ونمشي عليه ونقصه. الايدين هنعمل منها 4، والرجلين هنعمل منها 4. دول اول حاجة هنبدأ بيها. هناخد الجسم ونظبط كده القماش فوق بعضه، نقدر نستخدم اي نوع قماش متوفر عندنا، المهم ان هو يكون لون الجلد. هنجيب الابرة والخيط او المكنة اللي عنده متوفر ونمشي كده سراجة عادية. هنا خلاص انا خيطت كله وسايبه الجزء الفوقاني ده بس هو المفتوح عشان اقلب منها، ولما اقدر احشيها اعرف. هقلب الجسم بالشكل ده كده. وهنا انا عملت كمان الراس والرجلين والايدين. هجيب الفايبر وابدأ ان انا احط او احشي الجسم بالفايبر. بنحشيه طبعا كويس. هنا بعد ما حشيته حطيت في النص عصاية شيش طاووق عشان اثبت الراس، فتحت فتحة من الجزء ده كده عشان اثبت الراس في الجسم بالشكل ده، وما يعني ما تكونش فيه تقل والراس بتاعتي تنزل لقدام او حاجة. فحطيت العصاية وخيطت بالشكل ده الجسم في الراس. وممكن لزيادة برضو التثبيت احط كده نقطة من الشمع في الجزء ده واثبت الجزء ده كده واستنى لحد ما ينشف بالشكل ده. بعد كده هنجيب الايدين وادخلها لجوه شويه بحيث ان هي تاخد لي الميلان او الكيرف بتاع اللي نازل بتاع عروسة فنانيس. بعد كده هنيجي للرجلين. اللي هي القدم هخيطها بالشكل ده. طبعا انا مشيت على الباترون برضو، عملت قماش لونه اسود وقصيت عليه. بعد كده بسرج وبمشي على الجزء اللي انا ماشية عليه ده كده. بعد كده بسيب الجزء اللي تحت ده فاضي واجيب قطعة من القماش واحطها في الجزء التحتاني ده وارجع اخيط برضو. بقت بالشكل ده ونبدأ نحشيها بالفايبر. هنا طبعا دي الرجلين، هثبت القدم في الرجلين واخيطها من تحت. هنا بعد ما ثبت القدم في الرجلين هنيجي بقى نبدأ ان احنا نثبت الرجول في الجسم. هنخيطهم برضو ونثبتهم بالإبرة والخيط. وهنا اهي بتقعد بسهولة. هنيجي للوش، هنجيب الإبرة والخيط ونيجي من ورا كده ونعمل يعني غوط كده للعينين. فهنحط غرزة كده ونشد ونرجع برضو تاني لزيادة التأكيد والتثبيت يعني للغرزة. ندخل في نفس المكان ونشدها برضو، وهنعمل الناحية التانية نفس الطريقة. بنشد برضو كده
بعد كده هنيجي للمناخير. خدت كده يعني قماش على شكل دايرة، وهسرج حواليها كده سراجة عادية جدا. بنفضل نلف كده على الدايرة كلها، هتديني شكل كده زي كأن جراب كده. بحط بقى الفايبر جواها واحشيها كويس. بعد كده هبدأ ان انا اشد واظبط الشكل بتاع المناخير بتاعته اللي انا عايزاها، واثبت كده بالشمع والم المناخير بحيث ان هي تبقى من تحت من فوق يعني ملمومة، ومن تحت كبيرة بالشكل ده كده. هنيجي بقى للتثبيت او ان احنا نظهر الوش. هنحط العينين، رسمت عينين على القماش بتاع الجوخ، وعملت ادي الحواجب كمان. والبق، ودي الدق. كل ده ثبته بالشمع. هنيجي للودان، دايرة عادية جدا ونسرجها برضو بنفس الطريقة، ونيجي من تحت نحشيها فايبر ونلمها كده من النص غرزة صغيرة ونثبتها في الدماغ او الراس. بعد كده هجيب البلاشر اللي هو بتاع احمر الخدود ده، لون برتقاني، وهاخد كده واحدة واحدة بايديا واوزع على المناخير، لاني لقيت ان التوزيع بالايدين اسهل ومش بيكلكع ولا حاجة، بيتوزع بسرعة. وطبعا هعمل على الخدود كمان بالشكل ده كده. بعد كده جبت القماش اللي لونه اخضر، عملت كده على مقاس الرجول عشان اعمل بنطلون، خيطتهم وسرجتهم في بعض ولبستهم له. بعد كده عملت ده الجسم، عامله على مقاسه، وده الدراع بيخيط في الناحية دي والناحية التانية بالشكل ده. هنخيط الايدين الاول وبعد كده نسرج الجسم. وهنا دي اللي هو السديري بتاعه او الكاردي بتاعه. طبعا ده من قماش الجوخ فمشضت شوية، كان نفسي يبقى عندي لون احمر من القماش العادي كان هيبقى احسن. هنا بقى نبدأ ان احنا نزين الجزء اللي على الحرف ده بأي حاجة عندنا لونها ذهبي او اصفر. وهنيجي للحزام، قماشة عادية مستطيلة طويلة ولمتها من الجناب وهنلفها على وسطه. بعد كده هنيجي للراس، عاملة زي شكل هرمي كده بالسفنجة، وهغلفها بالقماش الأخضر، هحطها كده كأنها العمة بتاعته. وبعد كده هجيب القماش وألف كده عشان أكمل العمة. هلم الجزء ده شوية وهلف، وبعد كده هكمل لف بالشكل ده. هنا كده خلاص خلصناه. ده كده شكله. يبقى كده خلصنا الجزء الأصعب اللي هو بتاع